المساجد في مدينة مصوع لو تأتي إلى داخل الجزيرة، يعني بدون مبالغة، يعني ممكن متر وتلقى زاوية أو مسجد. لكن المسجد الكبير واللي يشار إليه مسجد الإمام الشافعي، هذا عمره أكثر من 900 سنة. وعندك مسجد الإمام الحنفي، لأنه آخر مرة صار فيه إعمار في العهد هيلي سلاسي، وهذا كانت تقام فيها الصلوات الجمع والجماعة. أيضا في هناك زاويات في داخل مدينة مصوع. عندك زاوية الأشراف، هذا كانت تحت إشراف إخواننا وأحبابنا بيت كردي. وهناك أيضا مسجد الذهب، وهناك أيضا مسجد المرغني، وهناك أيضا مسجد حمال، المسجد التاريخي العريق. مساجد أيضا كانت هناك مساجد واندثرت. زاويات نحن نسمي زاوية، كانت ملانة مدينة مصوع. أيضا عندك في عداقة أيضا نفس الشيء، مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني، مسجد عبد الله المحجوب تقوم فيه صلوات الجمعة. مسجد الشاذلي اللي كان تحت إدارة باسعد. نعم. وإذا جيت في أماتري مسجد مولانا الشيخ جعفر الناتي، هذا منارة من منارات الإسلام. ياما خرج شباب دعاة إلى الله. نعم. بعدما يكمل دراسته الطالب كان بيرسلوه إلى قرى، إلى شعب سمهر كلها عشان يعلموا الناس. نعم. عندك إمبيرمي فيها مسجد الشيخ محمد بن علي معروف. نعم. تقام فيه الصلوات وتقام فيه الجمعة ويتعلموا فيه حفظ القرآن، وإلى الآن موجود بهذه الحالة. أيضا حرقيقو يمكن فيه كل شبر زاوية. أي نعم. يعني مساجد عامرة، ليالي العيد ليالي عامرة، يجتمع كل مجموعة في مسجد ويجيبوا معاهم الحلا ويجيبوا معاهم ما يعني الشربات وهكذا. لين صلاة الفجر. صلاة الفجر تمشي بيتك وتتروش وتلبس لباسك وترجع عشان تصلي الفجر. ما حد كان ينام أبدا ليلة العيد. نعم. كل مساجد مصوع كانت تحيي ليالي العيد. وفي ليلة العيد تسمع المدفع يضرب كم 20 طلقة أو 20 بهذه، يعني إيزانا بعيد الفطر، بحلول عيد الفطر المبارك. نعم. وكانت تقام في محافظة مصوع للوجهاء وأعيان مصوع وضواحيها، يعني حفلة بتاع كيك وشربات وهكذا فرحا بالعيد. هكذا كان مصوع. نعم. هناك في مدينة مصوع المذهب السائد هو المذهب الشافعي والحنفي، المذهبين الشافعي والحنفي. وهناك مدارس تزكية كانت في مدينة مصوع، في إمبيرمي في حياة العارف بالله الولي الصالح الشيخ الأمين ابن شيخ عبد القادر. هذه الأسرة المباركة يعني هم أصلهم طريقتهم قادرية. نعم. وياما يعني ربوا يعني تربية لأناس قصدوهم ربوهم. وأيضا الطريقة الأحمدية الإدريسية كانت تحت رعاية العارف بالله سيدي الشيخ جعفر ابن سعيد الناتي، ومن بعده خليفة أبونا المربي الشيخ محمد أحمد أبو بكر. نعم. طلعوا جيل يعني تربية مع التعليم. وكذلك أيضا في حرقيقو كانوا أسر. وكانت الطريقة الختمية معروفة. الطريقة الختمية هذا من الطرق القديمة في داخل مدينة مصوع، من عهد السيد هاشم المرغني، السيد هاشم بن السيد محمد عثمان اللي هو مؤسس الطريقة الختمية. فالناس كانت يعني هذا كله مشارب وأذواق. نعم. ويرشدوك في طريق الحق والطريق المستقيم. جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأيضا كانت الطريقة الشاذلية كان شيخها الشيخ ياسين باطوق أو المقدم وهكذا. نعم. وكانوا كل الطرق يجتمعوا في مكان واحد إذا في ليالي زي ليالي العيد وليالي نصف من شعبان وليالي الأضحى. نعم. فكانوا يرشدوا الأمة وكانوا ينصحوا الأمة. فهذا اللي احنا يعني عشناه وشفناه. فرحمهم الله رحمة واسعة، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويبارك في الموجودين، ويصلح شأن الأمة كلها إن شاء الله.